اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل كيكة جميلة بسيطة بمقادير بسيطة وهشة جدا وعالية جدا. المقادير الموجودة قدامنا: بيضتين وفانيليا وكوباية لبن وكوباية سكر وكوباية جوز هند صغيرة وكوباية زيت صغيرة وكربونات نص معلقة وبيكنج باودر معلقة كبيرة وذرة ملح وكوباية زبادي. كوباية الزبادي دي بتديها يعني بتبقى طرية جدا وهشة جدا منها. هنبدأ هنضرب المقادير كلها عندنا في الخلاط عشان تبقى الكيكة ناعمة وهشة جدا. حطيت البيض بيضتين والفانيليا، بحط كوباية السكر، ولو في ناس بتحب الحاجة حلوة شوية تزود ربع كوباية سكر. وحطيت اللبن وحطيت الزيت وحطيت الزبادي، كل الحاجات السايلة دي، وهضربها كويس خالص في الخلاط لحد ما لونها يبقى ابيض. واحضر اللي هو كوبايتين دقيق في الطبق، واضيف عليهم كوباية جوز الهند، وبضيف عليهم معلقتين نشا والكربوناتو والبيكنج باودر وذرة الملح، وابدأ اقلب كويس فيهم لحد ما اشربهم خالص. في المقدار ده اشربه جدا بالدقيق الموجود. لو لقيتها خفيفة، لاني بيختلف في نوع الدقيق، يعني ممكن احط المقدار ده واستكفى بيه، لكن هنا الدقيق احتجت مقدار تاني من الدقيق عليها، ضفته بالتدريج برضو، حطيت نص كوباية دقيق تاني. هنا الجوز هند نص كوباية جوز هند بحمرها في الطاسة كده من غير اي حاجة، هو بس. بعد ما استوت الكيكة اهي قدامنا عالية وجميلة في منتهى الجمال. هزين وشها من فوق بالمربى، اي نوع مربى بحبه بفضل يعني. بدهن الوش كويس كده بيها، وبضيف عليها برش، بملى السطح بتاعها كله بجوز الهند اللي انا حمرته ده، بيبقى عامل ريحة جميلة وطعم جميل جدا. بتحسي فعلا ان الكيكة كلها يعني ريحتها مالية الدنيا بجوز الهند، وطعمها طعم جوز الهند خطير، بالذات الجزء المقدار اللي انا محمراه ده وبضيفه على الوش، بتبقى نكهته جميلة جدا في الاكل. وكيكة جميلة اهي عالية جدا، وممكن اعملها تورتاية بسيطة لابني في البيت وافرحه بيها، او حاجة سريعة حلوة وبسيطة خالص متوفرة عندي مقاديرها في البيت. يعني زي ما احنا شايفين، نشوف هي عالية قد ايه. هنقطع حتة كده ونشوف لونها ابيض، من قلبها ابيض من جوه خالص، وعالية جدا وهشة جدا وناعمة جدا جدا، وسكرها مظبوط وحلاوة، يعني حلاوتها مظبوطة جدا. قطعة مشبعة خالص، الواحد ياكلها يعني يحس ان هو يعني اكل حاجة حلوة فعلا مظبوط. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في قناة نانو مامتها. قناة محتاجة انها تكبر وحد يدعمها عشان تظهر اكتر واكتر ونعمل حاجات احلى واحلى. وشكرا.